شكرا للزميل العزيز أسامة الأميري، شكرا للكباتن الأفاضل بجوارك أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان من رادس التونسية جنوب شرقي العاصمة. هنا هذا اللقاء على ملعب حماد العقربي في مدينة تونس، حيث الترجي يلاقي الوداد في قمة بكل تفاصيلها، بكل معانيها، بكل عناوينها. نعم، ترجي تونس ووداد المغرب على الريادة الإفريقية. من هنا سنضمن ممثلا عربيا إلى الدور القادم في نهائي أولى النسخ لبطولة دوري كرة القدم الإفريقي في هذا اللقاء. وهنا ترجي الدولة يواجه وداد المقاومة في هذه المباراة التي تقام في رادس، حيث الملعب الشهير في قلب تونس الخضراء. أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان، تحدي الأشقاء، تحدي الكبرياء، تحدي القمم، تحدي المواجهات الكبرى، تحدي العواطف والمشاعر، تحدي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهو تحدي شريدين هدافهم في الدوري ب3 أهداف. كرة ملعوبة بتلعب راسية ولكنها بتعدي كرة بيلعبها. يا سلام يا سلام يا منتصر، يا سلام يا سلام على القتالية لترجي. وهيا يا وداد، نريد القمة من شوطها الأول، لأننا متأكدين في شوط المباراة الثاني سيحضر الجنون بشكل كبير جدا. قوة الدم والذهب، كرة عالية عرضية أمام المرمى، بيسيطر عليها بعد ذلك يوسف مطيع. أول تهديد، يعني حكم المباراة الله يهديك في اللقطة الماضية بندافع عن الحارس وانت أقصر من الحارس يعني شوف والله لو يكمل. كلها أمور حقيقة تعطي راحة أكبر للوداد. هذه الكرة، شوف هذه الكرة الأمامية، الكرة هذه ملعوبة للترجي أمام المرمى، راحت إلى ضربة ركنية لفريق نادي الترجي هنا في رادس في درة المتوسط. ضربة ركنية، متحمل عبء الدفاع حتى الآن. كرة عالية عرضية على القائم الثاني أمام المرمى، يسيطر عليها حودة. استخلاص الكرة جبران بيلعبها، عادت الكرة من الدراوي في مكان سليم لهشام بوسفيان إلى خارج الملعب، رمي التماس. هذا 20 سنة ما شاء الله تبارك الله على الوهابي. الكرة الآن للترجي، عرضية بتتخلص من جبران. الترجي عالية وعرضية على القائم الأول، الكرة بتتحول إلى ضربة وداد. الكرة الآن للترجي ملعوبة عالية بتتخلص إلى خارج الملعب، رمي التماس. جاز بيحاول بيلعبها عالية عرضية أمام المرمى، الكرة بتبعد من قبل مدافعي الوداد. عطية الله عالية عرضية داخل منطقة الجزاء، خطرة أمام المرمى لكن ابعاد ليس بالمستوى المطلوب، وتسديده بتعلو العارضة وبتعدي إلى خارج. يانساس عالية عرضية أمام المرمى بتتحول إلى ضربة ركنية، أصيب يبدو من زميله. عالية عرضية بيسيطر عليها حارس المرمى يوسف مطيع. الدخول من العمق شبه مستحيل، البحث عن الأطراف هي كذلك. بقرة عالية عرضية أمام المرمى، يوسف مطيع بيخلص. يوسف مطيع لا أقول بالاختبار الكامل ولكن شبه اختبار في كرة عرضية، لعب بمبدأ الأمان وأبعدها بقبضة اليد، مع أنه كان بإمكانه. ياسين مرياح عالية أمامية، الكرة فيها زيادة للترجي، الكرة بتتسدد وبيتغير اتجاهها ولكنها تصل في تعليمات واضحة، لأن بدينا نشاهد على مشارف منطقة الجزاء في أكثر من لقطة. آخر نصف ساعة أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعين، سبحان الله، دقيقة 70 عالية عرضية أمام المرمى بتمر إلى الجانب الآخر مكان. رجعت الكرة بقرة لمها، بقرة تقدم
والكرة بتتخرص. الترجي كالقنبلة، كان ودودا، كرة عالية وعرضية وبيسيطر عليها يوسف مطيع. هل هذا الترجي قبل 5 دقائق؟ الكرة ملعوبة الآن للوداد، خطرة للوداد، الكرة قائمة. تصرف غير سليم في اللقطة الماضية من هون ناجم، كان بإمكان أفضل. شوف هذه الكرة ناجم وأمام البديل الذي شارك قبل قليل أوكبيلو. أصبحت البطاقة محصورة. هذه كرة خطرة للترجي، الكرة لأسامة، أسامة بوقرة بيلعبها، ولكن يوسف مطيع يسيطر على الكرة الماضية بشكل ممتاز، سيطر عليها بشكل ممتاز. تترقب وتنتظر، عالية عرضية على القائم الأول، الكرة أمام المرمى ولكن تبعد من يوسف مطيع في الهجمة للوداد، كانت مرتدة. شوف هذه الكرة وهذه التسديدة اللي كانت رايحة في القائم، كرة يان سوس في اللقطة الماضية، ويوسف مطيع يلحق بالكرة في اللحظة الأخيرة. والله لحق عليها يوسف مطيع، كانت ستذهب إلى المرمى. أوكبيلو فيها شك أمام المرمى، الله! الراية تحضر في إلغاء الهدف الماضي للترجي في أجمل لقطات المباراة، راية وتسلل. بيلو هنا التسلل واضح، قرار سليم لطاقم التحكيم بإلغاء الهدف. مالك الشهوة الحديث